لو كان بياع التين الشوكي يعرف إن قشر التين الشوكي فيه فوايد خطيرة جدًا وبتحل لنا أكبر مشكلة بتواجهنا، كان باعه بالملايين وكمان كان اغتنى. أهلًا وسهلًا بيكم في شُغلة وحكاية، هاتوا كده مع بعض أي قشر تين الشوكي، لو رُحتِ كده عند الراجل قولي له لو سمحت ادّيني شوية قشر، هو كده ما هيصدّق يخلص منّه أساسًا، لإن هو كده بيرميه، بس للأسف هو ما يعرفش فوايده الفظيعة الرهيبة الخطيرة بتاعتنا النهارده. هتجيبي كده لو أنتِ كمان بتجيبيه في البيت وبتقشّريه بطريقة سهلة جدًا، أنا عاملة طُرق كتير جدًا لتقشير التين الشوكي بكل سهولة، وكمان لو دخلت أي قشرة كده أي شوكة أقصد في إيدِك تقدري تطلّعيها بكل سهولة، وبرضه عاملة لِك كذا طريقة. سمي بالله وصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تحت مع بعض كده في الكومنتات عشان كلنا نكسب حسنات. ولو أول مرة تتفرجي على قناتي قناة شغلة وحكاية ادعمينا كده بلايك جميل منك واشتراك قمر زيك وشير الفيديو لاصحابك وحبايبك عشان ان شاء الله الكل يستفاد وكمان يعرفوا قناتنا وينوروني ويشرفوني. أول حاجة كده أنا كان عندي تين شوكي قشّرته كويس جدًا طبعًا والولاد بتحبه جدًا، خدت شوية كده من القشر وغسلته كويس جدًا، وجبت برطمان نضيف متعقّم بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، وطريقة تعقيم البرطمان سهلة جدًا، شوية مَيّة مغلية مع شوية من الخل، وبعد كده هتغطّي البرطمان شوية، وبعد كده هتقلبي البرطمان على وشه كده شوية صغيرين على مصفى والّا حاجة، خلاص كده البرطمان اتعقّم معاكِ وبقى زي الفل. هتنزلي على القشر كده بالمنظر اللي أنتِ شايفاه ده بالمَيّة المغلية، لازم تكون المَيّة مغلية يا جماعة، ما ينفعش خالص المَيّة تكون سخنة في المرحلة دي، أقصد باردة يعني، ساقعة يعني، لازم تكون سخنة بتغلي، وخدي بالِك من إيدِك وخدي بالِك من البرطمان لازم يكون طبعًا يعني الإزاز بتاعه تقيل، طبعًا لو كان في شرخ والّا حاجة لا قدّر الله هينفجر في المرحلة دي هنبوّظ الدنيا كلّها. بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، وهاتي كده شوية مكونات وتعالي أمّا أقول لِك موجودين عندِك في ضرفة المطبخ أو في درج التوابل بتاعتِك، هاتي معلقة كده من القرنفل، قرنفل عندِك صحيح أو قرنفل مطحون ما فيش أي مشكلة، الاتنين ينفعوا بكل سهولة، هاتي كده معلقة وانزلي على المَيّة السخنة على قشر التين الشوكي، وهاتي كمان الجبارة بتاعتنا بقى الأساسية النهارده الرئيسية معايا، باموت فيها جدًا يا جماعة وفوايدها خطيرة جدًا، معلقة من الحلبة الحصى. طبعًا الحلبة الحصى لازم تكون متنقية كويس، وكمان ممكن تكون مغسولة، وممكن تكون لو أنتِ غاسلاها قبل كده نضيفة تمام. معلقة كبيرة كمان من الروزماري، الروزماري هنا برضه بيلعب دور رهيب جدًا، وهاقول لِك دلوقتي على الفوايد الفظيعة، وأكبر مشكلة بتواجهنا وبتواجه بناتنا وبتواجه إخواتنا في الصيف، في الشتا، المشكلة قائمة طول السنة. معلقة كمان من حبة البركة، وحبة البركة طبعًا أوصانا بها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هتغطّي كده البرطمان والمَيّة خدي بالِك لازم تكون بتغلي زي ما أنا قُلت لِك، وكل المكونات دي غطّي عليها بسرعة. هتسيبيها لمدة قد إيه، سيبيها لمدة نُص ساعة أو ساعة إلا ربع، زي ما أنتِ عايزة. يعني بُصّي أنا في المرحلة دي كل ما تسيبي البرطمان مقفول كويس جدًا على الحاجة الجميلة اللي إحنا حطيناها فيه، بُصّي النتيجة جبارة بجد وهتعجبِك جدًا. وده بعد ما طبعًا أنا كنت باصوّر بعد حوالي نُص ساعة، ساعة إلا ربع كده، طبعًا المَيّة اتغيّرت تمامًا تحسّي كده إن لون المَيّة بقى كُلّه غِذا، بقى كُلّه فوايد، بقى كُلّه فيتامينات. التونر ده باعمله النهارده لإنبات الشعر، شعر بنوتِك خفيف، شعرها بيتساقط، شعرها كمان فيه فراغات كده من قدّام، هيتقّل معاكِ الشعر، هيكثّف معاكِ الشعر، كمان هيحافظ على لون الشعر الأسود، مش هيخلّي شعرِك لو أنتِ عندِك شعرة والّا 2 أبيض كده، هيحافظ على بقية الشعر إن هو يفضل أسمر معاكِ لفترة طويلة جدًا. خطير التونر ده يا جماعة للشعر، هتحطّيه إمتى؟ هتحطّيه قبل ما تاخدي shower مثلًا بساعتين 3 والّا حاجة على فروة الشعر وتدلّكيها بحركات دائرية، بجد شعرِك مرّة و2 و3 والله العظيم استخدمته لبنتي وجاب نتيجة رهيبة. عصير الليمون على نوى البلح، والفكرة دي النهارده هتدعي لي عليها، فكرة عبقرية وفكرة كمان بمليون جنيه. طبعًا مال البلح اليومين دول البيوت، وكمان النوى ده بنرميه وما نعرفش فوايده. هاقول لِك النهارده على فكرة نميسة جدًا، لو عندِك نوى بلح حوّشيه واوعي ترميه، والفكرة دي مش هتقدري تستغني عنها أبدًا طول السنة. كده أنا كان عندي شوية من نوى البلح جمّعتهم زي ما أنتِ شايفة، وهاقول لِك النهارده على الفكرة النميسة اللي قُلت لِك عليها، وجمّعي أكبر عدد ممكن لإنِّك مش هتستغني عنه أبدًا طول السنة. هتقولي لي نوى البلح الناشف أو الطري، هاقول لِك أي نوع، بس أهم حاجة كده وأنتِ بتكسّري البلح يا ريت ما فيش أي بلحية تكون فيها سوسة مش حلوة من جوّه، يا ريت ترمي كمان النوايا بتاعتها، لإن النوايا بتاعتها كمان مش هنستفاد بيها لأ هتضرنا. أنتِ واخدة بالِك؟
هتجيبي كده نُص الليمونة اللي في باب التلاجة اللي أنتِ سايباه مكان الشوربة كده وحاطاه في باب التلاجة ومش عارفة هتعملي بيه إيه، بس لازم يكون كويس طبعًا، وهتجيبيه كده وتبدئي تعصريه على نَوى البلح، والفكرة النهارده ب1.000.000 جنيه. هنسمّي بالله ونصلّي على الرسول تاني في الكومنتات عشان كلنا نكسب حسنات عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنجيب شوية كده من المَيّة وهننزل فيهم بالبلح أو نوى البلح اللي أنا باقول لِك عليه. أهم حاجة في المرحلة دي إن أنا أنضّفه كويس جدًا، أغسله تمامًا، تمامًا، حتى لو مرّة و2 و3 مش مشكلة خالص، وهتدعكيه كده أو تفرميه كده بإيدِك بين صوابعِك كده علشان تطلّعي منه أي يعني آثار للبلح، أي حاجة، المهم أي أتربة طبعًا مهما كان لسه يعني شايفين المَيّة غمقِت إزاي، طبعًا غسلته مرّتين لحد بقى المَيّة ما بقت تمام زي الفل. هنضيف عليه بقى شوية مكونات، هنجيب طبعًا كام واحدة كده من القرنفل، حوالي 6 أو 7 كده، أنا طبعًا زدت كمان حطيت 2، 3 كمان، الفكرة دي بجد هتنفعنا في رمضان جدًا وكمان طول السنة والله، لإن إحنا بنصرف على الموضوع ده فلوس كتير جدًا. حطي كمان معلقة من القرفة، القرفة طبعًا موجودة في كل البيوت، عندِك قرفة خشب، عندِك أي نوع ما فيش مشكلة، برضه عندِك جنزبيل أو زنجبيل زي ما بتسموه، تحطي نُص معلقة صغيرة بس. وهناخد الخليط الجميل ده كله ونرفعه بقى على النار بعد ما ندوبه كويس جدًا. أول ما يبدأ يغلي كده زي ما أنتِ شايفة هتوطّي عليه أو هتهدّي عليه النار شوية حوالي مثلًا ربع ساعة. أنا عايزة كل الفوايد اللي جوّه نوى البلح تنزل. هو نوى البلح فيه فوايد؟ أيوه، فوايد كتير جدًا، جدًا، وأنا باستخدمه في المطبخ باستمرار، وبجد، بجد ما بارميش أي نوايا بلح خالص، خالص، خالص. هتقولي لي بيعمل إيه؟ هاقول لِك النهارده على فوايد كتير جدًا له. أول حاجة طبعًا النوى البلح ده أنا باستخدمه إزاي، بارميه كده نواتين والّا 3 بعد ما أغسله طبعًا واحفظه، بانشفه كويس جدًا، وبعد كده أحطه في برطمانات، أمّا آجي أعمل طيور أو فراخ أو لحمة أو أي حاجة طبعًا لإن طبعًا مش عايزة أقف في المطبخ كتير، فباقف حوالي 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، نُص ساعة، فعايزة حاجتي تكون مستوية على طول. كمان نوى البلح ده لمّا بتشربيه دلوقتي المشروب ده إحنا بنعمل مشروب جبار. بيحسّن صحة الجهاز الهضمي، بجد حلو جدًا وكمان بيخلّيكِ تشعري بالشبع، بجد حلو جدًا، جدًا، كمان بيقلل الدهون الضارة اللي فيه كمان هنا يعني دراسات بتشير إلى ذلك زي ما هم قايلين يعني، كمان بيحفّز الحرق في الجسم، طبعًا لإنه بيحتوي على ألياف تساعد في تحسين الهضم وتسريع عملية الأيض أو اللي هي إيه، عملية الأيض دي اللي هي عملية الحرق في الجسم يعني. كمان بيساعد إن هو بيحرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر جدًا، جدًا، فيا ريت طبعًا كل يوم بعد الفطار تقومي تعملي الكوباية الجميلة دي ليكِ ولزوجِك الجميل، وبألف هنا وشفا. نيجي بقى للفكرة النميسة اللي بعد كده، لو عندِك الشطة الجميلة دي وحابة تعمليها وما أنتيش عارفة طبعًا إن أنتِ هتبهدل إيدِك وهتحرقِك وحاجات كتير، هاقول لِك على فكرة سهلة خالص تقدري تقطّعي بيها بالشكل اللي أنتِ حاباه، حابة تقطّعيها قطع صغيرة خالص زي ما أنتِ شايفة كده زي ما أنتِ شايفة بالمقص بعيد عن إيدِك تمامًا، حابة تقطّعيها طرنشات، حابة تقطّعيها بالشكل اللي أنتِ عايزاه، هتمسكي كده ال الفلفلاية من بعيد وبالمقص من بعيد برضه، ما شاء الله إيدِك هتبقى زي الفل وهتقطّعي أكبر كمية، وعلى فكرة التقطيع بالمقص باحبه جدًا في الخضرة وفي كمان في الفلفل وفي حاجات كتير جدًا، باستخدم المقص ده دايمًا، دايمًا في قلب المطبخ ما باستغناش عنه أبدًا، فقطّعته كده بكل سهولة وكمان إيدي كمان احتفظت بيها حاولت إن أنا أحتفظ بيها. طبعًا أكياس الرز، أكياس المكرونة، الحاجات دي كلّها بتحطّيها كده في الدرج وبيُقع منها بكل سهولة لمّا بتفتحيها بتاخدي منها جزء، لو ما عندكيش مثلًا علب أو حاجة زي كده، فأنتِ حابة تقفلي الكيس ده بشكل سهل وبسيط، طبعًا أنا كده بضهر السكينة، في ناس بتعملها بشتى الطرق، طرق كتير جدًا، فأنا سخّنت ضهر السكينة وبكل سهولة كده تفّيته بس حاجة بسيطة، وأول ما يشم السخونية على طول الكيس ما شاء الله اللهم بارك هيتقفل ويبقى زي الفل، زي ما أنتِ شايفة كده رجع أكنه جديد تاني وما أخدتش منه أي حاجة، تقدري تحفظي حاجتِك في الأدراج كده أو في التربو بتاعِك أو في ضرفة المطبخ أو في أي حاجة يعني بكل سهولة، وما فيش حاجة هتُقع وهتحافظ على المكان بكل سهولة.